يا ترى ايه هم اصعب 3 لغات في العالم؟ علشان نعرف اصعب 3 لغات في العالم هنعرف مع بعض الاول هي مين اللغه صاحبه الترتيب الثالث. لغه صاحبه الترتيب الثالث هي اللغه اليابانيه. اللغه اليابانيه مشكلتها انها بتتميز بان الكتابه بتاعتها معقده، ده لانها مش بتعتمد على نوع واحد، بتعتمد على 3 انواع من الكتابه: كتابه الكاتاكانا والهيراجانا والكانجي. خد بالك ترتيب الكلمات في اللغه اليابانيه على حسب سياق الجمله، كمان صعوبه مخارج الحروف بتاعتها مش سهله، وعلشان خاطر تتقن اللغه اليابانيه فانت محتاج تتعلم حوالي 1200 ساعه. تاني لغه معانا في الترتيب هي اللغه العربيه. ايوه زي ما سمعت كده، ما تستغربش، انت يمكن يكون السهوله بالنسبه لك انك اتولدت بتتكلم عربي، ولكن انت ما درستش اللغه العربيه بقواعدها. اللغة العربية ليها نظام صوتي مختلف، إضافة كمان لطريقة الكتابة، وإن اللغة عندنا ليها قواعد دقيقة لأصول النحو والصرف. كمان هنا التعبيرات الجمالية اللي بتحتويها اللغة، بالإضافة للتشكيلات اللي بتبقى موجودة، ودي طبعا طالعة من قواعد النحو والصرف، وإن أي تشكيلة غلط في أي كلمة بتغير سياق الكلمة، وبالتالي بتغير سياق الجملة، وبالتالي بتغير المعنى كله. علشان تتعلم اللغة العربية صح محتاج تتعلم بس حوالي 1900 ساعة فيها. اللغة الأولى بقى واللغة الأعقد في التاريخ هي اللغة الصينية. لأن أنت عشان تتعلم اللغة الصينية لازم الأول تتعلم آلاف الحروف، بالإضافة أن أنت بعد كده تتعلم إزاي أصلا تكتب الحروف دي، خاصة لأن الحروف كلها متشابهة زي الصينيين كده بالظبط. تيجي لنقطة الكتابة هتلاقيها نفس التعقيد اللي كان في اللغة اليابانية، ولكن يمكن الصينية كمان أصعب بشوية. كمان طريقة النطق بتاعها يعتمد برضو على طريقة نطق معينة، علشان خاطر النطق الغلط هيدي معنى غلط. علشان تتعلم اللغة الصينية التعلم الصحيح محتاج انك تدرسها بحوالي 2000 ساعة.